هاتريك كابتن. مين الكابتن المضمون اللي كابتنه لنهايه الموسم؟ هو هالاند. يعني يا ابني يا حبيبي، انت صاحبك الروحي مات وصاحب ابوك وقلت خلاص رايح، ليه بترجع وتلعب وانت زعلان بتجيب جونين؟ خزوقتنا يا اخي. عزيزي الهاتريكاوي هالاند، يعني مش عايز اقول لك اكتر من هالاند، وعايز تلعب على المضمون لان هو مش مضمون، هو ملوش ملكه، يخرب بيته ملوش ملكه. يعني عايز تحطه ممكن يجيب جون في وقت انت عارف ان هو مثلا مش هيلعب، فلو هالاند طلعت اخبار لا قدر الله ان هو مات برضه خليك مكابتنه. صديقي الهاتريكاوي العزيز، الجوله اللي فاتت للاسف خيشت مع الكل، ما كانش عندنا غير اختيار واحد بس هو اللي نفع، الا وهو الخازوق اللي هو لويس دياز. فانا عايز اقول لحبايبنا والناس اللي بتقعد تتريق علينا، يعني انت قاعد متابعني بقالك 3 جولات ومعليين لك الدنيا وعاملين شغل عالي وجايبين نقط عاليه والدنيا تمام، والسكاوت بتاعنا احلى من السكاوت واقوى من السكاوت بتاع خبراء الفانتازي نفسهم، جت على جوله خيش فيها ميمس، فخلاص يعني تمسكوها لنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في حلقه تحضيريه للجوله الخامسه من فانتازي الدوري الانجليزي. انا بحب اقولها فانتازي مش فانتازي، انا بحب اقول اصل هم ما بيتكلموش عربي صريح، يعني ما هم بيتكلموا عربي مكسر. يعني الجوله الرابعه من فانتازي الدوري الانجليزي كانت اقل جوله في الافريج، بنتكلم ان الافريج جايب 51 نقطه. هي جوله غريبه جدا حتى في الاختيارات، يعني كانت كل حاجه ضايعه مع غالبيه الناس. تعالى نبدا زي ما بنبدا كل حلقه ونشوف المباريات بتاعه الجوله الخامسه من الدوري الانجليزي. عندك بسم الله الرحمن الرحيم ويست هام قصاد تشيلسي في لندن، وعندك استون فيلا قصاد وولفز في الفيلا بارك، وعندك فولهام ونيوكاسل في الكرافن كوتيج، وعندك ليستر سيتي وايفرتون في الكينج باور، وليفربول وبورنموث في الانفيلد، وساوثهامبتون وإبسويتش في سانت ماري، وعندك توتنهام وبرينتفورد في توتنهام ستاديوم، وكريستال بالاس ومانشستر يونايتد في سيلهرست بارك، وبرايتون ونوتنغهام فورست في الامكس، والسيتي وارسنال قمه الجوله في الاتحاد. خلي بالكم هي جوله صعبه جدا، كل الماتشات تقريبا في مستويات متقاربه بين الفرقتين، يعني بنتكلم السيتي قصاد ارسنال ماتش تقيل جدا جدا جدا. برضو المفاجاه بتاعت نوتنغهام لما غلب ليفربول، فما نفتكرش بقى ان ممكن يبقى ماتش سهل بالنسبه لليفربول قصاد بورنموث حتى لو هو في الانفيلد. برضو ماتش مانشستر يونايتد وكريستال بالاس من الماتشات مش سهله، يعني اخر كام سنه كده كريستال بالاس بيرخم على مانشستر يونايتد في الارض في السيلهرست بارك، وده طبعا ظاهر جدا في احتماليه الخروج بالكلين شيت. وبما اننا وصلنا للنقطه دي فتعالى اقول لك نسب الكلين شيت لاكتر 5 فرق ممكن يطلعوا كلين شيت وهتتصدم معايا صدمه كبيره. بنتكلم يا سيدي في المركز الاول ليفربول ب 38%، اظن الاجابه بتاعتنا وصلت. استون فيلا في المركز الثاني ب 35%، برايتون في الثالث ب 34%، مانشستر سيتي ب 34%، وساوثهامبتون ب 29%. اعلى كلين شيت هو كلين شيت او نسبه الكلين شيت بتاعت ليفربول 38%، ودي نسبه قليله جدا جدا جدا. بما ان مفيش كلين شيت كتير يبقى هيكون في اهداف كتير، فبما اننا بنتكلم في الناحيه دي فتعالى اقول لك مين اكتر 5 فرق ممكن يسجلوا اكتر من هدفين. في المركز الاول ليفربول ب 2.63%، يعني اقرب شويه ل3 اهداف. بنتكلم في توتنهام ب 2.17%، يعني هدفين. استون فيلا ب 2.13%، يعني بهدفين برضو تقريبا. برايتون ب 1.81%، اقرب للهدفين. وتشيلسي ب 1.73%. خش بقى على فقراتنا، مين يزور ومين يغور. مين يزور تشكيلتك للجوله الخامسه من فانتازي الدوري الانجليزي وممكن يكمل معاك جوله او جولتين بعد كده، ومين يغور من تشكيلتك من فانتازي الدوري الانجليزي من الجوله الخامسه وما يكملش معاك بعد كده. عايز افكرك ان احنا كنا عملنا حلقه اقوى وايلد كارد، كنا نزلناها من حوالي اسبوع، هتعيش معاك الحلقه دي لمده شهر 9 ولغايه كام جوله كمان او اخر الجولات في شهر 10. روح اتفرج عليها بعد ما نخلص حلقتنا. لكن بالنسبه للجوله الخامسه بالتحديد اكتر حد بنرشحه لك ان انت تشتريه هو لويس دياز من ليفربول. عنده ماتش قصاد بورنموث في الانفيلد، عنده بورنموث، عنده وولفز، عنده كريستال بالاس، عنده تشيلسي، يعني في 3 ماتشات الى حد ما مستوى مناسب لليفربول يقدروا يعملوا معاهم حاجه، لكن بعد كده الماتش تقيل شويه قدام تشيلسي. عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، لو معاك واتكنز خليه ما تبيعهوش، خلي معاك واتكنز ما تبيعهوش خالص. يعني هو خلاص نطق جاب هدفين في ايفرتون، فالدنيا ممكن تكون ايه خلاص بقى ايه يلا هندور المكنه. لكن لو مش معاك اولي واتكنز ما تروحش تجيبه، عشان احنا واقفين يا جماعه على 50-50. هو لو معاك سيبه يمكن يطلع لان هو ابتدى، لكن لو مش معاك احنا خايفين ان هو ما يبتديش او ما يعملش فينزل، فلا خليك زي ما انت. لكن اللاعب بقى اللي تفكر فيه بجد بقى هو دوران اللي بينزل بديل لاولي واتكنز. هتقول لي يا عم ده بينزل بديل مكان اولي واتكنز يعني مش اساسي، اجيبه ليه؟ هقول لك والله في ال4 مباريات اللي فاتوا هو محرز 3 اهداف، وممكن
اوناي ايمري يعتمد عليه بعد كده بشكل اساسي، وهو حاليا ب6 مليون، وانت لو عايز تلحقه الحقه قبل ما يغلى. اما بقى عن مين يغور، فطبعا احنا بنبدا بالجزء بتاع الاصابات. فطبعا ويسا شكرا تحياتنا يا باشا بعد الجون اللي جابه في مانشستر سيتي في اول 20 ثانيه غياب لغايه نوفمبر. الاصابه الثانيه كانت لايزاك. اللي ما يعرفش، ايزاك اتصاب بين الشوطين في ماتش نيوكاسل وولفز، اتصاب في اصابه كده ناحيه العين. ايدي هاو في المؤتمر قال انا ما اعرفش بصراحه الاصابه دي ازاي او ايه تشخيصها يعني، بس الواضح ان هي حاجه خاصه جدا. هو بيقول ان هو مش عارف تفاصيل الاصابه لسه، لكن بيامل ان هو يكون معاه في ماتش فولهام. طيب غير الاصابه لو هو ما عندوش اصابه فاحنا بنقول لك برده بيع ايزاك. هو بدا الفانتازي ب 8.5، حاليا ب 8.4، ادي رقم واحد يعني سعره بيقل. رقم 2 جاب جون واسيست في اربع ماتشات لغايه دلوقتي، يعني مش الحاجه اللي احنا كنا مستنيينها من ايزاك، بجانب ان هو المهاجم الاساسي في نيوكاسل، بجانب ان هو ب 8.5 مليون. طيب بالنسبه لجواو بيدرو تعرض لكدمه في ماتش البرازيل وباراجواي، لكن هو دلوقتي تمام وبنسبه كبيره هيشارك مع فرقته الماتش الجاي. بالحديث بقى عن الكدمات، فتعال ناخد في سكتنا مزراوي وساكا الاثنين خرجوا تقريبا برضو بكدمات في الماتشات بتاعتهم في الجوله الرابعه، لكن هم بنسبه كبيره جدا تمام وهيلعبوا الجوله الجايه عادي. بورصه اللاعبين، اللعيبه اللي هيعلى سعرها واللعيبه اللي هتنزل اسعارها. خلينا نبدا باللعيبه اللي هيزيد سعرها في خلال الساعات او الايام اللي جايه لغايه بدايه الجوله. هم داني ويلبك من برايتون، دوران من استون فيلا، عشان كده بقول لك لو عايز تشتريه الحق اشتريه، ولويس دياز من ليفربول. ابرز لاعب او ابرز اللاعبين اللي سعرهم هيقل في فانتازي الدوري الانجليزي هو برونو فرنانديز. لو معاك ومقرر ان انت عايز تبيعه خلعه دلوقتي. نمبر 1 الجوله الخامسه من فانتازي الدوري الانجليزي. خلينا نرجع بس حاجه لورا، كنا سالنا سؤال يا جماعه تتوقعوا مين هيكون نمبر 1 الجوله الرابعه، ما حدش توقعها صح. المهم ان هو طلع سانشيز حارس مرمى تشيلسي، صد ضربه جزاء وطلع كلين شيت وخد بونص، فالدنيا كانت تمام متروقه معايا بصراحه، انا معايا في التشكيله. ولغايه دلوقتي ما حدش توقع نمبر 1 صح يا جماعه، لغايه دلوقتي ما حدش توقعها. وبرده كان ماتياس ديليخت وبرده كان جابرييل ماجلايش، ومحدش كان متوقعهم برده خالص، كانوا من اكتر الناس. اكتب لي في الكومنتات تتوقع مين هو نمبر 1 الجوله الخامسه. اما بقى عن راينا احنا في الجوله الخامسه، فبعد ما جاب جولين في ماتش ايفرتون فبنتوقع ان اولي واتكنز هو هيكون نمبر 1 الجوله الخامسه من فانتازي الدوري الانجليزي. شايفك يا اللي بتقول لي هالاند، لا، هاتريك كابتن. مين الكابتن المضمون اللي كابتنه للجوله الخامسه من فانتازي الدوري الانجليزي؟ هقول لك طبعا محمد صلاح مش هالاند. ده احنا هناخد سف يا جدعان، هتشوي في الكومنتات. اصل يعني هي مش هتقلش مرتين من محمد صلاح، قلشت منه قصاد نوتنجهام في الماتش اللي فات في الانفيلد قصاد نوتنجهام فورست، لكن المره دي بقى قصاد بورنموث برضه في الانفيلد مش هتقلش بقى صلاح بقى. ولسه برضه صلاح لغايه دلوقتي اعلى لاعب في خط النص في الدوري الانجليزي كله اكس جي اي، اكتر لاعب هيساهم في الاهداف. فصلاح مضمون ان هو هيسجل حاجه اكتر من اولي واتكنز، بس واتكنز ممكن ينفجر ممكن، لكن المضمون مين؟ ابو صلاح. فلذلك احنا بنختار الكابتن الريسك بقى مين؟ واتكنز مش هالاند. برضه بالراحه عليا في الكومنتات يا شباب، ها بالراحه عليا. بس بالكلام بقى على هالاند، يعني هالاند ملوش احتمالات، هالاند ملوش ملكه. هو ممكن يبقى في ماتش صعب جدا جدا ويسجل هاتريك عادي ولا اي حاجه، لان ده ملوش حسابات. عايز تكابتن هالاند روح يا باشا، حقك. الديفرنشيال لاعب مش مع كتير من اللعيبه ونسبه امتلاكه قليله، لكن لو معاك هيفرق معاك بشكل كبير جدا، وانا بشكل شخصي اتغلبت بسببه في الجوله اللي فاتت، الا وهو ماتيتا مهاجم كريستال بالاس. مش فاهم والله شاطت ضربه الجزاء ليه بصراحه، مش عارف يعني. عندهم مانشستر يونايتد، ودفاع اليونايتد يعني مش احسن حاجه كلنا عارفين، بس عشان مراعاه لشعور زمايلنا وحبايبنا يعني. زائد ان الماتش بتاع كريستال بالاس ومانشستر يونايتد في السيلهرست بارك بيبقى ماتش تقيل قوي على مانشستر يونايتد. فماتيتا هو الديفرنشيال بنسبه امتلاك 4.3%. عايز اقول لك ان الماتش ده معقرب بقاله 4 سنين. في برضه واحد تاني ديفرنشيال برضه لذيذ، الفاردي بارتي هيلاعبوا ايفرتون في الكينج باور ستاديوم. ودفاع ايفرتون طبعا زي ما انت عارف، احنا لو رحنا جمعنا بعضينا كده، لو رحت جمعت اصحابك كده ورحت لعبتهم هتخربقهم اهداف اساسا يعني. هي فرقه كانت كسبانه على بورنموث، فجاه بورنموث يغلبها. الفرقه كانت كسبانه على استون فيلا، فجاه استون فيلا يغلبها.
فبنشوف ان فاردي اختيار ديفرنشيال جدا. الخازوق اللاعب اللي عنده نسبه امتلاك عاليه ومش هيعمل حاجه الجوله اللي جايه. الجوله اللي فاتت دي الحاجه الوحيده اللي طلعت صح ان احنا قلنا دياز، وطلع فعلا الخازوق هو دياز، لكن هذه الجوله بنختار بالمر من تشيلسي. كتير قوي 10.6 في لاعب ما عمليش غير 3 اسيست وجون في ال4 ماتشات اللي فاتوا، احنا شايفينها كتير قوي يعني. وعنده ماتش قصاد ويست هام في لندن ستاديوم في ارض ويست هام، فماتش ممكن يكون تقيل على تشيلسي، فممكن ما يعملش حاجه. وخلي بالك هاتريك سكاوت الفريق اللي تلعب بيه في الجوله الخامسه من فانتازيا الدوري الانجليزي، وفي هذه الجوله بنلعب بتشكيله 3-4-3 في حراسه المرمى فيربروخن من برايتون. عندهم ماتش قصاد نوتنغهام فورست. اما عن ثلاثي خط الدفاع فهم ارنولد قصاد بورنموث، لوكاس دين قصاد وولفز، روبنسون قصاد نيوكاسل. اما عن رباعي نص الملعب فعندنا محمد صلاح ولويس دياز من ليفربول قصاد بورنموث، ومبومو قصاد توتنهام، هو اسمه مبومو، وسون قصاد برنتفورد. واما عن ثلاثي الهجوم فهم اولي واتكنز قصاد وولفز، وداني ويلبك قصاد نوتنغهام فورست، وماتيتا قصاد مانشستر يونايتد. دوري الهاتريكويه والمنافسه مشتعله جدا. في المركز الاول عندنا عوض ب 331 نقطه، كويس ان انت كتبت لنا اسمك في الكومنتات وعرفنا نقراه صح. في المركز الثاني رامي كينج اوف فانتازي جايب 328 نقطه خلال الاربع جولات اللي فاتوا. وفي المركز الثالث فريدم عمر بك مصطفى جايب 327 نقطه. في المركز الرابع ديث نوتس احمد غميده اللي انا بخاف منه شخصيا جايب 324 نقطه. وفي المركز الخامس البلجاري ايمن عامر ب 322 نقطه. محدش يسالني ترتيب انا فين، انا ترتيبي تحت شويه. اللي يعرف يجيب ترتيبي الشخصي فين يكتبها لي في الكومنتات. بس يا سيدي هي دي قصه الجوله الخامسه من فانتازيا الدوري الانجليزي. اتمنى ان انت ما تكونش نسيت لايك سبسكرايب وشير وتشاركنا على قناه الشمال هتلاقيها في الديسكربشن، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا. لو انت جديد معانا عايز اقول لك ان احنا عندنا ترابيزه كاتالونيا بيقدمها مصطفى عن كل ما يخص برشلونه، قهوه الملكي بيقدمها عمر عن كل ما يخص ريال مدريد، قعده ارسنال بيقدمها لعبد الله عن كل ما يخص ارسنال، وعندنا فانتازي دوري الابطال، وبنتكلم كمان في المحليات المصريه. شكرا جدا ليك يا صديقي، اشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله الاسبوع الجاي. سلام.